في هذا الفيديو غادي نهضروا على الخدمه في الانترنت، وغادي نعرفوا واش ممكن اننا نعتمدوا عليها كمصدر دخل اساسي لنا، واننا نستقروا في الخدمه في الويب. هادشي اللي غادي نعرفوا. أوساكا. معكم اوساكا. كنتمنى انكم تكونوا بخير، عائلاتكم يكونوا بخير، تكونوا كدوزوا وقيته زوينه في خدمتكم، في قرايتكم، في اي حاجه كديروا فيها. اذا الا كنتي مسالي دير الكاسك ديالك ولا لي زياد ديالك وجلس طلق ودنيك، حيتاش غادي يكون الصوت اكثر من الصوره. اذا الخدمه في الانترنت هو واحد الدومين اللي ماشي دومين وانما عالم ولا كيتجه ليه جميع الشباب حاليا، اللي هو عباره على بزاف ديال المجالات، وانت كتختار واحد المجال وكتعلم ليه وكتقنو وكتولي خدام فيه. ولكن للاسف ان الاغلبيه كيفشل في الخدمه في الانترنت وما كيقدرش انه يكمل، وكيقول لك لا راه الفلوس ما كاينينش في الانترنت. ولكن انا غنقول لكم العكس، هو لا، الفلوس كاين في الانترنت. انا من 2017 وانا خدام في الويب، وكنبحث في الويب وكنقلب، وبالفعل لقيت بان الخدمه في الانترنت كاينه بصح، وكاينين دومينات فيهم الفلوس ديال بصح. ولكن ما كاينش الربح من الانترنت، ما كاينش شي مصطلح سميتو الربح من الانترنت. كاين العمل في الانترنت، باش نكونوا متفقين، حيتاش الاغلبيه ولاو كيسوقوا بان الخدمه في الانترنت كتجي كتفرج في اشهارات ولا كتبقى تكليك هنا وكتكليك هنا وكتربح. وهادشي ما كاينش، ثقوا بيا، هادشي ما تعولوش عليه. دوك التطبيقات وداك المواقع، هذاك الشيء كيبقى شي حاجه اللي مؤقته وممكنش انكم تبنيو عليها شي حاجه. المهم واللي بغيت ننصحكم الشباب هو ان بصح الخدمه في الانترنت فيها الفلوس، ولكن على قد الخدمه ديالك. كل ما خدمتي بزاف كل ما غتخلص بزاف، كل ما خدمتي شويه غادي تخدم شويه. وكاينين شي دومينات كتخدم واحد الخدمه وكتنساها وكتخليها هي كتبقى تدخل لك الفلوس. وهادشي غالبا كيكون في بحال دوك الكتب الصوتيه ولا صناعه المحتوى، ولا كتبقى تبيع شي برودوي كيبقى خدام عليك ديما وكيبقى ديما كيتباع. برودوي بالطبع الكتروني كما ذكرت، بحال الكتب ولا الكتب الصوتيه ولا شي حاجه بحال هكا اللي كتسمى ديجيتال برودكت، شي حاجه اللي كتباع وكتبقى ديما تجيب لك فلوس في الويب واخا انت ما خدامش. هذا كيتسمى الباسيف انكم، اي الدخل السلبي. ولكن ما تعولش على الدخل السلبي، خاصك تتعلم بزاف ديال الحوايج لو تتقن هذه المهاره. ولكن المهم حنا اللي بغينا نهضروا عليه هو انك كيفاش تخدم في الويب. كيفاش تخدم في الويب هي سهله، بعد البدايه راه كلشي يقدر يبدا، ولكن واش تقدر تستمر؟ هنا كاين السؤال، وهنا فين كيتطرح السؤال. حيتاش الاغلبيه اللي كيبداو الخدمه في الويب ما كيكملوش، والسبب باين، هو انهم كيبغيو داك الربح السريع. هو بغى غير يجي نهار يومين باغي يدخل $1000 وباغي يدخل $2000، وديك الهضره اللي كيسمع في الانستغرام وداك الشيء، هذيك الهضره ما كايناش الشباب. داك الشيء ديال انك غير تبقى تكليكينا وتكليكينا، داك الشيء ما كاينش. السبب الثاني اللي بالطبع معروف هو انك كتبقى تنقز من دومين لدومين، ما كتشدش واحد الحاجه وكتركز فيها وكتعلمها مزيان وكتماستريها وكتكون واعر فيها. حيت الخدمه في الانترنت هي بحال الواقع، راه ما اختلفاش عليها بزاف. غير في الواقع كدير مجهود بدني، وعلى العكس في الانترنت كدير مجهود ذهني كبير بزاف. وهنا فين كيكون الفرق، هنا فين كيكون واحد ناضي في الويب وواحد ما ناضيش. واحد طور من العقليه ديالو وتعلم بزاف ديال الحوايج وتعلم واحد الدومين وعطاه الدق، والاخر بقى كينقز من بلاصه لبلاصه، مره هنا مره هنا مره هنا، اي حاجه سمع فيها الفلوس كيمشي ليها. وهاد العقليه ما غتوصلكم فين الشباب. انا كنهضر مع الناس اللي باغيين يخدموا في الويب. اللي باغي يخدم في الويب كنصحو بجوج ديال الحوايج، هو انه يشري بيسي مزيان، يحاول ينفيستي في البدايه. راه ضروري ما تنفيستي، راه ضروري ما انك خصك يكون عندك شي بيسي مزيان بعدا باش تبدا. خاصك باش تبدا، راه ما يمكنش تقول لي انا غنبدا الخدمه في الويب بتليفون ولا بشي حاجه بحال هكا. راه ضروري خاصك بيسي حيت هنا كتكون عازل الخدمه ديالك، كتكون عازلو على التليفون كيكون شخصي بزاف وكيكون مرتبط بك نتايا. اما البيسي راه كتخليه غير الخدمه، وغادي تبقى فيما تفتحو كتفكر راسك بانك انت جاي باش تخدم. على عكس هذوك الناس اللي كيخدموا بالتليفون راه كتلقاهم مخلطين القضيه.
مره كيخدموا، مره طالعين في الريلزات في انستغرام، مره راكم عارفين. اذا الانسان يحاول ما امكن انه يستثمر في واحد البيسي، يشريه على قد الحال، شي بيسي ديال 1500 درهم 2000 درهم، غير شي حاجه عاديه جدا، غير باش يبدا. من بعد راه غيبدا يطور 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 حتى يوصل للبيسيات ديال 10000 درهم و 15000 درهم وانت طالع. الا هادوك هما ديال الخدمه بروفيسيونيل ديال باش انك تلونسا مزيان في الويب. اما الا بغيتي غير تتعلم وبغيتي باش تبدا، كنصحك بالبيسيات ديال 1500 درهم 2000 درهم. هادوك بيسيات زوينين صراحه، عاديين جدا، بازيك باش انك غير تتعلم على الاقل. تاني حاجه هي ان خاصك تكون عندك النفس طويل وتكون كتركز على دومين واحد. راه ضروري تكون كتركز على دومين واحد. قلب وشوف الدومينات اللي كاينين في الويب، وحاول انك تختار واحد فيهم، وحاول انك تتعلم باش ما جاب لك الله ديال الجهد. حاول انك تتعلم ذاك الدومين واعطيه على الاقل واحد 6 شهور. 6 شهور وانت كتعلم ليه. عاد ديك الساعه فكر في انك تدخل منه الفلوس. الا مشيتي تتعلمتي ليه مزيان، ثق بيا غتكون تميز على 90% ديال الناس اللي في هذاك الدومين، وغادي تكون واعر عليهم بزاف. من الدومينات اللي صراحه كنصح بنادم باش يبدا بهم هما صناعه المحتوى، وما انك تبدا في الطباعه عند الطلب والتصاميم اللي كيكونوا على التيشيرتات، ولا تعلم البرمجه وتبدا تصاوب تطبيقات ديالك ولا مواقع ديالك، حيت هادشي راه عليه الطلب بزاف. ولا تبقى تلقى دروس اونلاين، تبقى تبيع الدورات، تعلم شي مهاره وحاول انك تبيعها. علاش لا؟ كاين بزاف. الا جيت نهضر لكم على الدومينات اللي كاينين في الانترنت راه ما غادي يكون الفيديو طويل بزاف. انا عطيتك حاليا غير هادو كيبانوا ليا مزيانين ويقدر يبدا بهم بنادم ويقدر يمشي فيهم بعيد. انا هادو اللي بانوا ليا. راه العقليه الشباب كتلعب دور كبير في هادشي هذا. راه الخدمه في الانترنت ما سهلاش، راه ماشي بحال الخدمه في الواقع. نقدر نقول لكم انا الخدمه في الواقع كتجيني واحد شويه سهل من الخدمه في الانترنت. حيتاش الخدمه في الانترنت كيكونوا عندك جوج ديال لي زافونتاج، هو انك كتكون مريح، اول حاجه بدنيا مرتاح، وكتكون عندك واحد شويه ديال الحريه. على عكس ذلك راه ما تبقى، راه كتبقى كتفكر بزاف، كتبقى تختار حلول، كتبقى تجلس بزاف قدام البيسي، عنقك كيضرك، عينيك خلاص راك كتفرقعهم باش نكونوا متفقين. راه كاينين بزاف حتى هما ديال السلبيات في الخدمه في الانترنت، ولكن على الاقل الايجابيات حسن بزاف انك تخدم على برا. اما الخدمه ديال الواقع، الخدمه ديال سميتو، راه كتكون خدمه بدنيه باينه، خصوصا الا كنتي خدام ماشي شركه ولا بحال هكا. راه كتكون عندك غير مهمات كديرهم، في الاخر النهار كترجع في حالاتك، ما كتسوقش. اللي بغى يربح واللي بغى يهبط انت الصالير ديالك راه كيدوز في الاخر الشهر. على العكس فاش كتكون خدام في الانترنت راك انت اللي كتصنع الصالير ديالك. بحال نقولوا كدير واحد، بحال نقولوا عندك واحد البروجي صغير متبعو كتشوفو كل مره كيتزاد. كل ما كتزاد المعرفه ديالك كل ما داك البروجي كيكبر. وهادشي اللي كاين. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا القصد ديالي، وكنتمنى انكم تكونوا خديتوا على الاقل واحد الفكره مبسطه على العالم ديال الخدمه في الانترنت. والا بغيتوني مازال نزيد نهضر لكم على هادشي هذا، ممكن انكم تقولوا لي في التعاليق، راني غنقرا كل شيء. وما تنساوناش من الدعم ديالكم، راه القناه يلاه باديه. كنتمنى ان هادشي تبارطاجا. كنحاولوا ما امكن اننا نلعبوا على الصوت اكثر من الصوره، باش الا كنتي خدام، كنتي كتسوق، كنتي كتشقاي، كنتي خدام في شي حاجه، تكون غير طالق الفيديو وكتستافد. على عكس الا ما كنبغيش نكثر انا المونتاج بزاف، حيتاش غادي يخصك بزاف ديال التركيز وغادي نكلفك. داكشي علاش كنقول من الاحسن الصوت احسن من الصوره، واصلا هادشي علاش مبازيه القناه كامله. اذا نشوفكم في الفيديو الجاي.